Yes. Bon anniversaire. اليوم راح احكي لكم عن قصة المباراة اللي انشقينا فيها شق. بسبب هاي المباراة جانا اكتئاب حاد وصل للامعاء. ما توقعنا يجينا لاعبين من نيجيريا وغينيا ويلعبوا ضدنا. اذا بدكم تعرفوا كيف انشقينا خلوكم بارضية الملعب وانا ثواني وبكون عنكم. كل شي عجنب بشار انت منيح فجأة دون خطاب وداع وثياته شكله ضاع فلت كل شي خان جماعته فوق كل شي طلع بياع بنى لنفسه قصر رئيسه كل شي كال ما فيش مشاكل طالما هو بياكل واذا يعني الشعب جاع رد الصعب الصاع. القصة ما فيها يا جماعة. دق لي واحد من اصحابي قال لي زبطت ملعب زبط لنا فريق نلعب ضده. نحن فريقنا جاهز. بعثت لواحد لعبت معه من زمان قال لي راح ابعث لك رقم شاب احكي معه. بعت لي رقمه حكيت معه قال لي راح ابعث لك رقم الكابتن احكي معه. بعد ما بعت لي رقمه حكيت معه قال لي راح ابعث لك رقم الكابتن الثاني احكي معه. فعليا هادي اللي صار. انا هون مليت وضليت اسب باللعيبه وباللعبه وباللي بيساوي لعبه. انا حالي ما بحبه. خلص المقطع. بمزح يا جماعه العادة ما بتتحمل مزح. المهم حكيت مع اخر واحد قال لي جاهزين بس اسماء الكباتن يلي حكيت معهم كانت غريبه. واحد مسمي حوله اب حرب والثاني اب وطن والثالث اب سيزار. اخر كابتن حكيت معه كان عم يحكي معي كتابه لوقت ما بعت لي تسجيل صوت. يا جماعه بدون تنمر وبدون اي مبالغه الزلمه قبل ما يبعت التسجيل يمكن مدخن معمل دخان كامل هيك لحاله مخلص 110 120 سيجاره. صوته كتير رعب. انا خفت بنفس الوقت فرحت. قلت اكيد الفريق بدخن فراح يتعبوا بنفس الوقت راح نستغلها ونربح. المهم اتفقنا على الموعد والساعه وعدد الفريق. الملعب كبير فبيوسع ل9 لعيبه وحارس يعني 10. قال لي تمام. وصلت على الملعب داخل. كنا بنلعب بشكل اسبوعي كل اسبوع نربح. كان صار لنا لاخر خساره يا 4 يا 5 شهور يعني راح نفوز كالعاده. المهم اول ما وصلت على الملعب شفت اللاعبين قاعدين عم يستنوا. واحد من بينهم اسود البشره شفته واقف. بس لا تفهموا غلط ماني عنصري. المهم يا جماعه انا اول مره بحياتي بشوف لاعب اطول من كورتوا. طوله مترين وذراعين كمان. هذا ما تقارنه بلاعبين قارنه مع برج خليفه دائما. عيونه حمر عم يطلعوا علي بنظرات غريبه. قلت معناتها بلعنا اليوم. سويت حالي اجنبي ومالي فهمان شيء لانه ما كان في غيري. طلعت على الملعب شفت رفقاتي عم يحموا. بدلت ودخلت لعندهم فورا. حميت شوي قلت صاحبي معي قلت له امشي نشوفهم. رحنا نسلم عليهم السلام عليكم السلام. جاهزين مو جاهزين الفريق وين؟ طلعوا ما بيحكوا عربي. شيت هون اكلنا هوا. باين عليهم بياكلوا حشيش الملعب مو بس بيعرفوا يلعبوا. حكينا عن انجليزي شوي فهمنا منهم انه باقي الفريق على الطريق. رجعنا نحمي لوقت ما يوصل كامل الفريق. عم نتسلى ونتمسخر على الخصم انه شكلهم ما بيعرفوا يلعبوا. اول ما توصل لعندهم الطابه ببلشوا يتفشكلوا فيها. عدى شويه وقت فوصلوا. سلمنا عليهم قالوا لنا رح نبدل ونحمي. طبيعي لحد الان ما في مشكله. المشكله صارت وقت يلي دخلوا يحموا لابسين لبس موحد واحترافي وكسرات الاجرين يلي ما بيلبسها غير ميسي ومودريتش. ونحن عنا واحد لابس فرنسا كاس العالم 74 والثاني لابس البرازيل بيليه والثالث لابس سيسكا موسكو. وبالوقت يلي كانوا عم يحموا فيه شفناهم هيك عم يحموا. تحفيز وتحميس وكمان جايز وي كان دو ات. بتحس عم يلعبوا نهائي كاس القارات ما ضل غير يجيبوا الكاس. ونحن طريقه التحمايه الوحيده هي نساوي دايره نحط واحد بالنص الملعب. اكثر من هيك ما في. جينا نبلش قال الكابتن ما في حكم معي. هو عم يحكي شميت ريحه ما شميتها بالملاعب بحياتي المهنيه كامله. الشباب داهنين فازين على شوي نعناع على شوي دهون تاني. نحن بحياتنا ما شمينا بالملاعب غير الاكسجين. اخذين مباراه بطريقه جديه كتير. ما المباراه وديه اصلا. قلت له ليش الحكم الحلفان بايش مقصر معك؟ قال لي معك حق صح. قال لي طيب تسلل نيجا. تسلل مين؟ انا لما بمرر بالزور بشوف رفيقي بدك يعني اشوفه متسلل ولا لا؟ قلت له لا اكيد ما في تسلل. قال لي نحن بالعاده بنلعب حكم وتسلل. قلت له المره الجايه ان شاء الله. جينا نبلش المباراه. اول ما بلشت اللعبه بلشنا نشم الريحه. رفيقي معه ربو اول ما شم الريحه بلش يحترق. واللي معه ضيق بالتنفس بلش يندوق نفسيا وتنفسيا. مالكم فيها حاولنا نتدارك الامر بس المشكله كل اللاعبين يلي معي عم يطلعوا علينا نظرات غريبه انه انت جايب لنا ابطال العالم وجاي. عدت اول 10 دقائق على خير. بعدها ال10 دقائق واحد من الخصم مرر تمريره واحد من رفقاتي مد اجره لي بعدها بعدت بس لجوا المرمى 1-0 بالغلط. مو هون المشكله انه هاللاعب هو اول مدافع عنا. اذا اول مدافع فينا متوتر فهذا يعني انه رسميا نحن بالعين. بس كملنا عادي وقلنا نحن بنحسن ونحن قد وبلشنا نحمس بعض شوي. هن اللعيبه وضاغطين علينا ونحن عم نحاول نطلع من الضغط. هجمه من هون بلعنا ثاني جول. shit. Here we go again. رجعنا نصفق ونحن لهو من هدول. هجمنا هجمتين بعدها بس الحارس حلف براس الغوالي يلي عنده انه ما نسجل اليوم. صد كل الهجمات. ثالث جول هون بلشت افقد السيطره. بلش فريقي يشلف لي مسبات على جايب لنا ابطال الكره الارضيه وبدك نفوز. هذا الفريق ريال مدريد ما بيحسن له بدك نحن نحسن. المشكله الفريق محسب انه انا جبت هالفريق بس لانه صار لنا زمان مو خسرانين يعني مفكرين اني عليت الليفل كتير. المهم خسرنا 5-0.
لقامتي على هالبلوة. نتيجة كبيرة وسبب كبير للشامتين يشمتوا فينا، بس المباراة كانت ودية فهدينا الوضع شوي. بعد المباراة الكابتن قال لي صحيح انتوا اخر خسارة من 4-5 شهور؟ قلت له ايه والله. قال لي عادي خيرها بغيرها، انه عم يواسينا يعني. قال لي معلش بما انه وديه المره الجايه احسن، هو بس لو يعرف انه ما في مباراه جاي. قلت له ان شاء الله. قال لي بتعرف انه نحن اخذين بطوله محليه فيها عرب واجانب؟ قرينا كلهم صدم. ما انا لو اعرف هيك كنت مسحت رقمك من حياتي. وهن فعلا معهم بطوله. المشكله اني انا الجائزه الوحيده يلي اخذتها بحياتي بعد الفوز هي رفيقي عزمني على كاسه قهوه ونحن ورجعانين، واول ما طلعنا على غرف التبديل اول واحد شفته قدامي هو الحارس. نظراتي عليه كانت نظرات حقد وكره مو طبيعي. يا زلمه كرهتك اكثر من نوير. بدلنا ونحن طالعين شفت الكابتن قال لي ظبطوا لنا وحده تهنئه الاسبوع الجاي. انا قعدت افكر مع حالي يا زلمه انا بدي شهرين لاطلع من الاكتئاب يلي انا فيه بسبب هالنتيجه. بتقول لي الاسبوع الجاي؟ قلت له هو هيك رح نرد لكم اياها، والى الان عم يستنى نرد له اياها. بعدها طلعنا. بتعرف رفيقك يلي ما بيفهم ايش يعني كره قدم وتيجي تقول له فريقي خسران يقوم يضل يتمسخر عليك صبح ومساء لمده اسبوع؟ انا عندي 2 منه، فتخيل المنظر. بس المشكله الطريقه الوحيده اللي تسكتوا فيها هي الكاف، ما في غيره، وهذا كل يلي صار. اذا بدكم نرد لهم اياها كتبوا لي تحت مشان احكي لكم قصه الرد وبس.